عمرك مشيت في الشارع وحسيت فجأة إن في نور عالي متسلط عليك كأنك طالع على مسرح وكل خطوة وكل كلمة محسوبة؟ الغريب إن الإحساس ده مش وهم بس مش حقيقة كاملة برضه، ده العقل بيشغل وضعية اسمها أنا محور الكون. دلوقتي النهاردة هنفتح الصندوق ده ونشوف إزاي دماغنا ساعات بتبالغ وبشكل يخليك تتصرف غير ما أنت عايز. طيب إيه اللي بيحصل وليه دماغنا بتعمل فينا كده؟ The Spotlight Effect هو مصطلح طالع من أبحاث في كورنيل يونيفرسيتي. المعنى بسيط، احنا دايما فاكرين ان الناس شايفة تفاصيلنا أكتر بكتير من الحقيقة. انت شايف نفسك بوضوح فمتخيل ان العالم كله شايفك بنفس الوضوح، بس الحقيقة كل واحد منشغل بنفسه أصلا. طب لو ده مش حقيقي، ليه دماغنا مصممة تعرفنا ان الإحساس ده كأنه فعلا بيحصل؟ عقلنا بيضخم إحساس إن الناس مركزة فينا بسبب انحياز اسمه egocentric bias أو انحياز التمركز حول الذات. الانحياز ده ببساطة معناه إن دماغك شايفة إن كل اللي بتحسه أو بتفكر فيه واضح ومكشوف للناس زي ما هو واضح ليك. الموضوع بدأ زمان كآلية للحماية، أي نظرة كانت معناها خطر، بس دلوقتي الدماغ لسه محتفظة بنفس النظام القديم، وده اللي خلى التفاصيل الصغيرة عندك تتحول لضوء كبير في خيالك. الفكرة إن عقلك مش بيعرض الحقيقة، هو بيعرض إصدار داخلي من الواقع، والتجربة اللي جاية تخليك تشوف قد إيه الإحساس ده ممكن يكون بعيد جدا عن الحقيقة. الباحث توماس جالافيتش طلب من طالب يدخل فصله وهو لابس تيشيرت محرج من بتوع ثقافة البوب. الطالب كان مقتنع انه نص الفصل هيلاحظ، لكن النتيجة اقل من 25% بس اخدوا بالهم. الدراسة اسمها The Spotlight Effect in Social Judgment او تأثير الاضواء في الحكم الاجتماعي، وده معنى ببساطة انك خايف من حاجة الناس مش واخدة بالها منها اصلا. ولو فاكر ان الموضوع بس في لبسك، استنى لما تعرف دماغك بتعمل ايه بمشاعرك. Illusion of Transparency هو الشعور ان مشاعرك واضحة قوي للناس، تحس بتوتر فتتخيل ان كل الناس شايفاه، او تحرج وتفتكر ان كل العيون عليك. بس الدراسات بتقول حاجة مختلفة، الناس ما بتركزش في مشاعرك بالشكل اللي دماغك بتصوره. ولان الكلام ساعات ما يقنعش، خليني اقول لك قصة حقيقية هتفهمك الصورة من منظور تاني. ماريسا كانت طالبة جامعية، كل يوم تحس إنها ماشية تحت كاميرا مراقبة، تهرب من المناسبات أو تغير طريقتها أو حتى تفوت فرص. في العلاج المعرفي السلوكي بدأت تعمل حاجة بسيطة، تسأل نفسها هو مين فعلا مهتم، ومع الوقت اكتشفت الحقيقة محدش مركز أصلا، مش لأنها مش مهمة لكن كل واحد مركز في عالمه الداخلي. وهنا نرجع لحياتك وتأثير كل ده عليك. هنا بقى ندخل في الجد. تأثير الأضواء مش مجرد كلام علمي، دي حاجة بتغير تصرفاتك يوميا من غير ما تاخد بالك. فاكر المرات اللي كنت هتسأل سؤال مهم وقلقت، ولا المرات اللي ترددت تقول كلمة عشان حسيت إن كل الناس سامعاك، ولا الفرص اللي فوتها عشان فكرت زيادة؟ ده كله بسبب إن دماغك بتقولك حاسب كله شايفك، بس الحقيقة محدش فاضي. العالم بيشتغل بنظام حماية قديم، بس ساعات الحماية بتتحول لقيد. ولأن العلم مش بيقف عند تفسير، تعال نروح للخطوات اللي فعلا ممكن تغير يومك. الخطوات هنا مش عشان تغير شخصيتك، لكن عشان تغير طريقة دماغك في تفسير الموقف. أول حاجة رياليتي تشيك، خطوة سريعة تكشف الحقيقة. اعمل أي تصرف بسيط قدام الناس، اسأل سؤال أو اطلب حاجة، هتلاقي إن رد الفعل أقل بكتير من اللي دماغك كانت متصوراه. ولما الصورة توضح ندخل على خطوة أهم، شيفت زي فوكس. قرب الكاميرا من عليك للي حواليك، خليك أنت تلاحظ الناس، هتكتشف إن كل واحد مشغول بنفسه، وده كفيل يقلل الإحساس بالضغط. وآخر خطوة هي اللي بتغير المعادلة بجد، اكسبوجر أو التعرض التدريجي بدون ضغط. ابدأ بحاجات صغيرة وبعدها زود. العقل بيتعلم من التجربة، ومع الوقت بيبطل يضخم الموقف. وبعد ما عرفنا الادوات، يفضل سؤال مهم جدا قبل ما نقفل. في النهاية دماغك ساعات بتخدعك وبتخليك تحس انك واقف تحت نور مسلط، وان العالم كله مركز عليك، لكن الحقيقة انت مش على المسرح وكل اللي حواليك لاهين في مسارحهم الخاصة. الفكرة اللي عايزك تخرج بيها، لو كل واحد شايف نفسه تحت ضوء، يبقى مين اصلا اللي واقف في النص، ومين اللي عايش حياته كلها وهو فاكر ان الناس شايفاه وفي الحقيقة محدش واخد باله اصلا.